طارق ارسلاني مدير اقليمي وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه اللي عملت بعملت مقاطعات مولاي رشيد. احنا اليوم بصدد افتتاح الاسبوع الاقليمي للفيلم الوثائقي البيئي في دورته الرابعه عشر هنا بمعهد ماجور الخاص. هذا ككل سنه كيكون عندنا هذا الاسبوع هذا اللي كيكون عنده ان تيم. هذه السنه العنوان التيم ديال هذه السنه هو التنوع البيولوجي من اجل تنميه بيئه مستدامه. وبالتالي هذا كنتمنوا ان هذه الدوره هذه يكون عندها واحد اثر على التلاميذات والتلاميذ ديالنا فيما يخص التوعيه باهميه التنوع البيولوجي، خاصه وان جميع الهيئات البيئيه كتنادي من اجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وخاصه في الكوب 15 اللي كان من بين التصريحات ديالها انه ضروره الحفاظ على التنوع البيولوجي بجميع الاوساط سواء الرطبه او الغير رطبه. وكنتمنوا بهذه المناسبه ان جميع المؤسسات ديالنا والتلاميذ ديالنا يستافدوا وانهم يوصلوا الاهميه ديال التنوع البيولوجي للاسر ديالهم باش يكون ان شاء الله الاثر بالنسبه على الكبار وعلى الصغار. وشكرا. استاذه اسيا حاتم، مسيره معهد ماجور الخصوصي. احنا اليوم كيف ما كنعرفوا جميع كان نحتفلوا او كان يعني نجتمعوا كاملين في هذا اليوم من اجل انطلاق القافله او قافله البيئه لهذا الموسم الدراسي. فبالضبط قافله الفيلم الوثائقي التربوي سيها السيد المدير الاقليمي المحترم طارق ارسلاني، وشارك طبعا مع المعهد اللي احتضن هذه التظاهره هذه. فالهدف هو غرس قيم المواطنه بالدرجه الاولى البيئه، لاننا كنا يجب ان نحافظ على هذه البيئه، لان لو اردنا بيئه جميله وبيئه نظيفه فعلينا ان نقيم او نقوم سلوكاتنا من البيت والمدرسة والشارع إلى الوطن ككل. أستاذة سلوى اليعقوبي، المنسقة الإقليمية للتربية البيئية والتنمية المستدامة بالمديرية الإقليمية مولاي رشيد. نحن اليوم بمعهد ماجور الخصوصي من أجل الافتتاح الإقليمي للدورة الرابعة عشر لقافلة فيلم الوثائقي البيئي، وذلك في إطار البرنامج الجهوي والإقليمي للتربية البيئية والتنمية المستدامة بجهة الدار البيضاء سطات والمديرية الإقليمية مولاي رشيد. كان اليوم مليء بمجموعة من الأنشطة التربوية البيئية، والهدف ديالها الشعار ديال هذه الدورة الرابعة عشر اللي اخترناه في المديرية الإقليمية، وهو من أجل تنمية مستدامة لنحمي جميعا التنوع البيولوجي، باعتبار أن الدورة لكوب 15 هذه السنة اللي كانت حول التنوع البيولوجي أكدت على أهمية التنوع البيولوجي من أجل الحفاظ على كوكب الأرض والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 هي القضاء على الجوع، القضاء على الفقر إلى غيرها من والحياة في البر والحياة على الماء. بالنسبة للتكريم بالنسبة لنا احنا كعمال النظافة شرف لينا كبير، ملي كنفرحوا مع الوليدات الدراري الصغار ديال هاد المدرسة شرف لينا كبير اللي نحضروا معاهم في هاد المناظرة اللي دايرين. وعامل النظافة كيبقى كعامل نظافة وخو المواطنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم هذه المشاريع التي تمثل المحافظة على الماء. في هذه اللوحة تبين الطبيعة السليمة للمحافظة على الماء. كما ترون هنا لدينا المعيشة، أما اللوحة الثانية تمثل عدم المعيشة. لا توجد أي أشخاص الذين يعيشون في هذه اللوحة.